السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا دايما في أحسن حال. طبعا نحو الترم ده تقيل شوية، معانا النداء ومعانا التمييز وكامل استفهامية وكامل خبرية. النحو تقيل، عايزين نكون مركزين. النهارده إن شاء الله نشرح أسلوب النداء وهنحل عليه تدريبات من كتاب الامتحان. طيب، أنت عندك أول حاجة إيه هو أسلوب النداء؟ أسلوب النداء ده هو بيعتمد على أداة نداء ومنادى. أداة نداء ومنادى. حلو. طيب مين هنا عندك اول حاجه كده معاك؟ هم مين؟ ادوات النداء. حلو اهو، هتكتب كده اهو عندك ادوات النداء. مين بقى ادوات النداء اللي موجودين معاك؟ عندك يا تستخدم للقريب والبعيد، تستخدم للاثنين. حلو. وعندك تستخدم للقريب، وعندك هيا وعندك ايا، دول كلهم اسمهم ادوات النداء. وعندك اي، دي ساعات بتستخدم مع الضمير بتاع الهاء ولا. حلو. انت دلوقتي عندك يا للقريب والبعيد، وعندك الهمزه واي للقريب، وعندك ايا وهيا للبعيد. يبقى نعمل كده اهو عشان دي معلومه ايه سريعه. يبقى هيا وعندك ايا للبعيد، وعندك هنا ده للقريب والبعيد، وعندك الهمزه هموزه للقريب، وعندك هنا ايه اي للقريب. دي كده معلومه سريعه ان دول استخداماتهم اللغويه. استخداماتهم ايه؟ اللغويه. حلو. هل ده موضوع الدرس؟ لا، بس انت لازم تكون عارف ادوات النداء عشان خاطر تبقى عارف هتعملهم ازاي. حلو. بص بقى يا سيدي، دلوقتي بالنسبه لانواع المنادى، انت عندك المنادى بينقسم لحاجتين. اول حاجه يبقى انت عندك هنا المنادى. حلو. بينقسم لمعرب ومبني. خلي بالك بقى ان المبني ده مش المبني اللي انت خدته فيه تانية، اللي هو المعرب والمبني والكلام ده. لا، ده المنادى ليه احكام تانية. حلو. المعرب ده اللي هو حكمه بيكون ايه؟ حكم النصب. حكمه النصب، يعني دايما منصوب. منصوب بايه؟ على حسب علامة اعرابه، فتحة الف ياء ايا كان، كسرة لو جمع مؤنث سالم. يبقى المعرب هنا ايه؟ حكمه النصب. حكمه النصب. طب والمبني بيبقى بقى ايه؟ مبني على ما يرفع به، يعني اللي بيترفع به يبقى مبني على ما يرفع به، يعني الحاجه اللي هو بيترفع بيها. يعني بيترفع بالضمه بيبقى مبني على الضم، بيترفع بالواو يبقى مبني على الواو، يترفع بالالف يبقى مبني على الالف. يبقى هنا مبني على ما يرفع به في محل نصب. في محل ايه؟ في محل نصب. مستر مش فاهم حاجه، انت عمال تعك. هقول لك واحده واحده ما تقلقش. احنا هناخد الاول المعرب وبعد كده ناخد المبني. مين بقى عندك هنا كده حكمه؟ المعرب حكم النصب، والمبني بيبقى مبني في محل نصب. حلو. طيب مين بقى المعرب؟ انت عندك المعرب ده اللي هو ليه 3 اشكال. عندك المضاف، وعندك الشبيه بالمضاف، ونكره غير المقصوده، والنكره غير المقصوده. يبقى دي كده كلها ايه؟ الثلاثه دول مع مين؟ مع المعرب. الثلاثه دول مع مين يا باشا؟ مع المعرب. انت كده معايا قلنا ادوات النداء وقلنا استخداماتهم وقلنا ايه؟ حكم المعرب وحكم المبني. كده تمام. هناخد بقى كده دلوقتي مين؟ المعرب. حلو. طيب اول واحد قلنا المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده. مين المنادى المضاف؟ واحده واحده. يبقى انا هنا الاول هستخدم المضاف. بص يا عم، انت معاك المضاف ده اللي هو ايه؟ اضاف الى ياء المتكلم، اضاف لاسم كبير، يضاف الى ضمير، او يضاف لاسم كبير يضاف الى ضمير او الى اسم كبير. يعني ايه؟ يعني واحده واحده. لما اجي اقول لك مثلا اهو يا طالبه العلم، حلو، اقبل على طلب العلم. حلو. هنا ايه اللي حصل؟ انا ضفت كلمه طالب لمين؟ للعلم. ضفت كلمه طالب لمين؟ للعلم. يا طالب ايه؟ العلم. يا طالب ايه؟ العلم. حلو. دي كده حصلت معاها اضافه. حصلت معاها اضافه. يبقى المنادى ده نوعه ايه؟ مضاف. نوعه ايه؟ مضاف. حكمه ايه؟ النصب. حكمه النصب.
يبقى ده كده اتضاف لاسم كبير. يبقى طالب. لو انا هنا هيجي بقى السؤال يقول لك ايه؟ يقول لك استخرج منادى مثلا معرب، استخرج منادى مبني، استخرج منادى وحدد نوعه، استخرج منادى وحدد نوعه. حلو. او واعربه. دي شكل الاسئله. يبقى انت عندك هنا يا طالب ده كده منادى منصوب وعلامته الفتحه، تمام، والعلم طبعا مضاف اليه، وموجود معاك بعد كده حكمه ايه؟ حكم النصب. طب المنادى هنا نوعه ايه؟ نوعه مضاف. نوعه مضاف. نوعه مضاف. نوعه ايه؟ مضاف. حلو. طيب لو انا هنا بقى عايز اوقعك في حاجه تانية موجوده معانا، يعني لو قلت لك مثلا سامع الدعاء اجب لدعائنا. حاضر. هيجي هنا يقول لك هنا انت استخدمت الهمزه للقريب. هقول لك ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى قريب مننا كلنا طبعا في القلب، بيبقى قريب مننا كلنا فين؟ في القلب. حلو. يبقى هنا اسامع الدعاء، برضو هنا المنادى ده كده ايه؟ منادى منصوب وعلامه نصبه او علامته الفتحه. وعلامته ايه؟ الفتحه. ليه؟ لانه مضاف. لانه ايه؟ مضاف. طب والدعاء مضاف اليه مجرور وعلامته الكسره. حلو. طيب ده كده كلام جميل. طب نوعه ايه؟ نوعه مضاف. حكمه ايه؟ منصوب. حكمه ايه؟ منصوب. ادي مثالين على المنادى المضاف لاسم كبير. حلو. طب لو جيت قلت لك هنا مثلا اهو، لو جيت انا رحت قايل لك هنا يا ذا العلم. حلو. يا ذا العلم. يا ذا العلم. تمام. احذر من اللعب. حلو. هنا يا ذا العلم، يا صاحب العلم. طبعا هنا ذا من الاسماء الخمسه، بينصب بايه؟ بينصب بالالف. بينصب بايه؟ بينصب بالالف اهو. يبقى يا ذا العلم ده كده منادى منصوب وعلامته الالف. ليه؟ لانه من الاسماء الخمسه، والعلم طبعا مضاف اليه. طب المنادى هنا نوعه ايه؟ نوعه مضاف. نوعه ايه؟ مضاف. يبقى دي كده اشكال مين؟ المضاف. حلو. طيب لو جيت قلت لك بقى انت عندك في فخ كبير قوي ما بين كلمه بني وبني. ايه الفخ بقى هنا يا مستر؟ هقول لك حالا اهو. لما اجي اقول لك مثلا يا بني اقم الصلاه اهو، تعالى هنا كده يا بني اقم الصلاه. حلو. يا بني اهي. طب انا هعرف منين لو هو ما شكلهاش؟ من الجمله اللي بعدها. من الجمله اللي بعدها. اقم ده فعل امر بيكلم واحد بس، اقم انت بيكلم واحد بس، يبقى ده كده مضاف الى ياء المتكلم. يبقى ده كده منادى منصوب وعلامته الفتحه. هتروح جاي انت قايل لي ايه؟ هي فين الفتحه دي؟ هقول لك ما هي ما ظهرتش عشان ياء المتكلم. الفتحه هنا مقدره. ليه؟ لاشتغال المحل بياء المتكلم. يعني كده الياء عايزه كسره، وده كده منصوب، فاحنا بنقول ان الفتحه موجوده. يبقى منادى منصوب وعلامته الفتحه. حلو. والمنادى هنا نوعه مضاف. المنادى نوعه مضاف. حلو. تمام. طيب ده كده بالنسبه لمين؟ يا بني. طب يا بني، بني دي اللي هي المفروض ايه؟ بنون، اللي هي جمع مذكر سالم. لو جيت قلت لك هنا مثلا اهو يا بني الاوطان احموا وطنكم. حلو. هنا انت عرفت منين ان دي كده بني مش بني؟ هقول لك اهو، ما هو بيقول يا بني الاوطان احموا، ما دام حط لك واو جماعه يبقى ده كده بيكلم مجموعه. بيكلم مجموعه يبقى ده كده ايه؟ منصوب بالياء. منصوب بالياء. منصوب بالياء. حلو. يبقى ده كده منادى. ده كده منادى منصوب بالياء. طب هل هنا ده كده المفروض ان هو
نوعه مضاف؟ لا. نوعه مضاف؟ لا. ليه؟ لان دي مش ياء متكلم، دي ياء اعراب، دي كده ياء اعراب، يبقى ده كده منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الياء. منصوب وعلامه نصبه الياء. طب فين هنا النون؟ طبعا النون مع الاضافه بتطير زي العصافير، النون مع الاضافه بتطير زي العصافير، يبقى يا بني الاوطان ده كده منادى منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الياء. حلو الكلام؟ تمام. طيب طب هو يا مستر ده حكمه ايه لما هو مش مضاف؟ هقول لك ان هنا انت وقعت وانا وقعتك. ليه؟ لان هنا يعتبر المنادى مضاف. ليه بقى؟ ما هو ما تضافش الياء المتكلم بس تضاف للاوطان، ما تضافش الياء المتكلم بس تضاف لايه؟ للاوطان، يبقى المنادى هنا مضاف. يبقى المنادى هنا ايه؟ مضاف. ليه؟ لانه ما تضافش الياء المتكلم بس تضاف لمين؟ للاوطان. كده عايزك تصحى معايا وتركز معايا، يبقى ده كده منادى مضاف لانه تضاف لكلمه الاوطان، والنون مع الاضافه بتطير زي العصافير. حلو، يبقى ادي الفرق ما بين هنا بني وبني، ما بين الفرق ما بين بني وايه؟ وبني. حلو تمام. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمنادى المضاف، بالنسبه للمنادى ايه؟ المضاف. حلو. لو جيت قلت لك مثلا ايه؟ يا طلابي، حلو، ذاكروا جيدا. حلو. طيب ده كده منصوب بايه؟ منصوب بالفتحه عادي. هتقول لي ليه يا مستر؟ ما هو طلاب ده جمع، ده جمع تكسير، مش مالوش دعوه بالمذكر السالم. يبقى هنا يا طلابي هنقول ان هنا ايه؟ ده كده منادى منصوب وعلامته الفتحه، يبقى ده كده منادى منصوب وعلامته ايه؟ الفتحه. حلو الكلام، ده كلام محترم قوي. طب نوعه ايه؟ نوعه مضاف. نوعه ايه؟ نوعه مضاف لياء المتكلم، يبقى ده كده ايه؟ نوعه مضاف الى ياء المتكلم، نوع المضاف الى ياء الايه؟ المتكلم. حلو الكلام. طيب وادي ذاكره اكبر دليل على ان هو بيكلم ايه؟ جمع، بس دي كده لازم تفصل ما بينها وما بين اللي هي كانت بتاعه بني وبنو. حلو الكلام؟ ماشي. طيب تعالى بقى هنا بعد كده في الحته اللي جايه، لما اجي اقول لك هنا يا معلمات الغد احذرن من الأولاد. حلو، أنا هنا بقول إيه؟ بقول يا معلمات الغد احذرن من الأولاد. طب ده كده منادى مضاف؟ ليه؟ لأنه اتضاف إلى اسم كبير، ما اتضافش إلى ضمير، اتضاف إلى اسم كبير. يا معلماتي، طب ده كده منادى منصوب وعلامته الكسرة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم، يبقى ده منادى منصوب وعلامته الكسرة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم. حلو الكلام؟ طيب نوعه إيه؟ نوعه مضاف. نوعه منادى مضاف. نوعه منادى إيه؟ مضاف، لأنه اتضاف إلى اسم كبير. ده كده كل المضاف وعلامات إعرابه، ده كده كل المضاف وعلامات إيه؟ إعرابه. حلو؟ تمام؟ إن شاء الله الحتة دي ما يكونش فيها مشكلة. طيب هنروح بعد كده بقى لايه؟ لاهم حاجه انا عايز اتكلم فيها، وهي الشبيه بالمضاف. الشبيه بايه؟ بالمضاف. بص يا سيدي، ادي الشبيه بالمضاف. حلو، يعني ايه بقى شبيه بالمضاف؟ وايه الفرق ما بينه وما بين المضاف؟ واحده واحده. بص يا سيدي، الشبيه بالمضاف ده دايما بيكون منون، ولو جمع مذكر سالم او كان مثنى النون بتفضل موجوده. زي ايه؟ وغالبا بيجي بعديه جار ومجرور متعلق بيه. خلي بالك من جار ومجرور متعلق بيه، خلي بالك هوضح دي في الاخر. جار ومجرور متعلق بيه. طيب لما اجي اقول لك هنا يا طالبا للعلم اسعى لنيل المجد. حلو، كلام جميل. هنا ايه اللي حصل؟ لقيت يا طالبا وبعديها جار ومجرور. يا طالبا لايه؟ اتعلق بيه ان هو طلب العلم. طلب ايه؟ العلم. يبقى ده كده ايه؟ شبيه بالمضاف. طب ده كده نوعه ايه؟ نوعه شبيه بالمضاف، او نوعه شبيه بالمضاف. حلو. وادي هنا طالبا منادى منصوب وعلامته الفتحة. طب ده كده كلام جميل قوي. طيب لو عايز اقول لك مثلا، بص لو جيت قلت لك هنا يا سامعين للنداء
أجيبوا لنا. حلو. طيب هنا انت بقى عندك ايه؟ يا سامعين، لو شفت بعينك اسم موجود وفي النون وبعديه اسم كبير في الف ولام والنون ما اتحذفتش، يبقى ده شبيه بالمضاف. يبقى ده شبيه بالمضاف. يبقى يا سامعين ده كده منادى منصوب بالياء طبعا لانه جمع مذكر سالم. حلو الكلام. طب ده كده نوعه ايه؟ شبيه بالمضاف. شبيه بالايه؟ بالمضاف. حلو. ليه؟ لان النون ما اتحذفتش، يبقى ده شبيه بالمضاف. يبقى ده شبيه بالايه؟ بالمضاف. حلو الكلام. يبقى انت لو لقيت اسم بعد اداه النداء منون وبعديه اسم كبير في الف ولام، او في ياء ونون وبعديه اسم كبير في الف ولام، ولا التنوين اتحذف ولا النون اتحذفت، يبقى ده شبيه بالمضاف. يبقى ده شبيه بالايه؟ بالمضاف. ازاي؟ يعني لو جيت قلت لك هنا يا طالبا العلم، اهو مش المفروض مع المضاف انك كنت بتطير التنوين والتنوين والنون مع الاضافه وبيطيروا زي العصافير؟ ايوه. طب اعمل ايه؟ يا طالبا هنا التنوين ثابت وبعديه ايه؟ اسم كبير، يبقى معنى كده ان التنوين ما طارش يبقى ما تضافش. التنوين ما طارش يبقى ما تضافش. النون ما طارتش يبقى ما تضافش. يبقى ده كده ايه؟ شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف. حلو الكلام. طب حكمه ايه؟ منصوب وعلامته، يبقى ده كده منصوب وعلامته ايه؟ وعلامته الفتحه. اهو منصوب وعلامته الفتحه. حلو الكلام. كده الدنيا تمام معانا. ادي الشبيه بالايه؟ بالمضاف. ده الشبيه بمين؟ بالمضاف. حلو كده. ده الموجود معانا في الشبيه بالمضاف. عايز بقى اقول حته بقى، لما اقول النكره المقصوده هقول لك الفرق ما بينهم في حته شبه الجمله. طيب هنا بقى عندك اخر واحد معانا وهو مين؟ النكره المقصوده. النكره ايه؟ المقصوده. اللي هو مين بقى؟ بيبقى اسم لوحده كده غلبان. يعني يقول لك يا نكره غير مقصوده، سوري النكره غير المقصوده. اهو هنقول هنا النكره غير المقصوده. غير المقصوده. يعني ايه النكره الغير المقصوده؟ يعني انا بكلم اي حد، ما بكلمش حد معين، بكلم اي حد سامع النداء او سامع الكلام اللي انا بقوله. يا طالبا اتق الله. حلو. لو قلت لك هنا مثلا ايه؟ يا رجلا اصعد الجبل. حلو. يبقى انت لقيت اسم هنا نكره منون منصوب ومفيش بعديه ولا مضاف ولا في بعديه شبه جمله ولا في اي حاجه وبيكلمه كده لوحده، بيكلم اي حد. بيكلم ايه؟ اي حد. يبقى ده كده اسمه نكره غير مقصوده. طب هنا طالبا وادي رجلا، الناس دي حكمها ايه؟ حكمهم النصب. اهو ده كده حكمه النصب. ده كلام محترم. لما يكون حكمه النصب يبقى منصوب ايه؟ بعلامته. يبقى ده كده الاثنين منصوب بالفتحه ونوعه نكرة غير مقصودة. يبقى ده كده النكرة غير المقصودة. النكرة الغير ايه؟ المقصودة. بيكون كده اسم لوحده غلبان خالص وبيكون ايه؟ موجود معانا. يعني لو جيت قلت لك مثلا اهو يا بائعين اتقوا الله. حلو. ده كده المفروض يا بائعين نكره غير مقصوده، بكلم اي حد بيبيع مش بكلم حد بعينه. يبقى ده كده معاك ايه؟ هيروح مديك منادى منصوب وعلامته الياء. حلو. لانه جمع مذكر سالم. حلو الكلام. طب نوعه ايه؟ نكره غير مقصوده. حلو. بص بقى اخر حته معايا خالص في الحته دي. لو انت جالك اخر حاجه شبه الجمله بقى اللي بيعمل تركات ده، احنا خدنا في قبل كده ان في حاجه عندنا اسمها جمله مقلوبه. يعني ايه جمله مقلوبه؟ يعني الخبر اتقدم على المبتدا. مش فاهم حاجه؟ اقول لك حاضر. بص يا عم، لو قلت لك للعلم فوائد. حلو. لو قلت لك مثلا ايه؟ للحب اضرار كثيره. لو بدأت الجملة معاك بشبه جملة وبعديها اسم، لو سألت بإيه اللي للعلم فوائد، يبقى ده مبتدأ مؤخر. لو قال لك هنا للحب
اضرار كثيره. ايه اللي للحب اضرار كثيره؟ لو سالت بايه اللي ورد عليك يبقى ده كده مبتدا مؤخر، يبقى دي اسمها جمله اسميه مقلوبه، اسمها جمله اسميه مقلوبه، اسمها جمله اسميه مقلوبه. حلو، موضوعنا ايه بقى؟ ادي هو يا عم موضوعنا. لو جيت بقى قلت لك يا، بص بقى الفخ اهو، اصحى معايا، الفخ في الاخر، يا طالبا للعلم فوائد كثيره. هيجي واحد بقى يروح قايل لي ايه؟ مستر ده شبيه بالمضاف، ده جه بعديه شبه جمله. اقول لك لا، ما سمعتش الكلام، هو للعلم متعلقه بيه بس جه بعديها جمله مقلوبه اللي هي ايه؟ فيا طالبا فوائد كثيره لمين؟ للعلم. ما بيشكلهاش، يبقى ده كده ايه؟ نكره غير مقصوده، نكره غير مقصوده. طب وحكمه ايه؟ حكم النصب عادي، مش محتاج يعني حوارات. حكمه ايه؟ حكم النصب. يبقى ده كده نكره غير مقصوده منصوب وعلامته الفتحه. حلو، نكره غير مقصوده منصوبه علامته الفتحه. مثال تاني اهو، يا محبا، حلو، للحب اضرار كثيره. ده كده كلام جميل قوي، غير لما اجي اروح انا قايل لك ايه اهو، يا عاملا، بص الفرق بقى، يا عاملا بالصناعه اتق الله. حلو، ايه الفرق ما بين دول؟ ما هو ده بعديه شبه جمله وده بعديه شبه جمله. هقول لك ايوه عندك حق والله، بس في مشكله ان هنا لازم عشان تحدد اذا كان شبيه بالمضاف او نكره غير مقصوده ان انت تكون صاحي وبتسال بايه اللي في جمله مقلوبه يبقى نكره غير مقصوده، في جمله مقلوبه يبقى نكره غير مقصوده، في جمله مقلوبه يبقى نكره غير مقصوده، في جمله شبه جمله متعلق بيه ومفيش اي حاجه مقلوبه يبقى شبيه بالمضاف. بالراحه، يا محبا للحب اضرار كثيره. حلو، لقيت جمله بعديه فيها شبه جمله، اسال كده بايه اللي، ايه اللي للحب اضرار كثيره؟ رد عليك بعد ما سالت بايه اللي يبقى جمله مقلوبه. ما دام المنادى جه بعديه جمله مقلوبه يبقى ده كده نكره غير مقصوده. يبقى يا محبا للحب، ما هو للحب متعلق بيه والمصحف انت صح، بس جه بعديه جمله مقلوبه. ايه اللي للحب اضرار كثيره؟ يبقى ده كده نكره غير مقصوده، نكره غير مقصوده. حلو الكلام، منصوب وعلامته الفتحه. حلو، ده اللي موجود معانا. يا عاملا بالصناعه ده كده شبيه بالايه؟ بالمضاف. طب ليه؟ مفيش اصلا حاجه مقلوبه وهو عامل في ايه؟ عامل في الصناعه او بيعمل بالصناعه، يبقى ده كده شبيه بالمضاف منصوب وعلامته الفتحه. يبقى كده الحته دي تمام، الجزئيه كده زي الفل، ماشي تمام كده. لو مش مفهومه حط في الكومنتات واحنا نحاول نعيدها لك تاني. حلو تمام. هنا حرف الحاء بقى معوق. ماشي 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 ماشي، خلاص بقى صحي يا بنتي. الحمد لله الشاشه علقت. تمام علقت. يبقى ده كده كان المنادى. طب بقى اخر تكايه، اخر تكايه عايز اتكلم معاك فيها. ايه هي بقى؟ قد يحذف حرف النداء لوجود المنادى قريب من المنزله او قريب من المنزله المكانيه او المنزله القلبيه. المنزله المكانيه او المنزله القلبيه. حلو، طيب يعني انا هنا لو جيت رحت قايل لك ايه؟ طلابي الاعزاء. حلو، طلابي الاعزاء، وما حطيتش ياء، وبتلاقيها في نص الجمل، خلي بالك بتلاقيها في نص الايه؟ الجمل. حلو، لو جيت قلت لك مثلا ابناء مصر احموا وطنكم. حلو، طيب ايه الفرق بقى ما بينهم؟ ان انا هنا مش عارف، طب ينفع اقول يا؟ حط يا قبل الجمله اللي انت شايفها، وبعدين هتلاقي بنسبه 95% بعديها جمله طلبيه، جمله امر، بعديها جمله طلبيه، جمله ايه؟ امر، جمله ايه؟ امر. طب وال 5% دول انت سبتهم لمين؟ هقول لك دلوقتي. يعني لو قلت لك هنا ابناء مصر انتم المستقبل، ده جه بعديها جمله اسميه يا باشا، اصحى معايا. ايوه طب ماشي، ما يجي ايه المشكله؟ ولو جيت قلت لك هنا ابناء
مصر هم المستقبل. ايه الفرق ما بين الجملتين؟ انت عندك ده هنحط هنا يا، جرب تحط حرف النداء على طول، مشيت يبقى ده كده منادى لايه؟ لحرف نداء محذوف اهو. قول يا كده اهو، يا طلابي. مشيت يبقى ده كده ايه؟ منادى وحرف النداء محذوف، يا ابناء مصر. وقلنا هتلاقي بعديه بنسبه كبيره جمله طلبيه. حلو الكلام، يعني فيها امر. طب وال 5% اهو، ابناء مصر انتم المستقبل لبناء وطنكم. لبناء وطنكم. حلو. هنا لما اجي اقول يا ابناء مصر، يا ابناء ايه؟ مصر، انتم المستقبل لبناء وطنكم، يبقى ده كده لو حطيت يا ومشيت يبقى تمام. بص تعالى كده اقول لك يا ابناء مصر هم المستقبل، ما نفعتش، المعنى باظ، المعنى باظ، مفيش جمله، يبقى غلط. يبقى دي كده ايه؟ ابناء مصر هم المستقبل، يبقى ده كده ايه؟ ده كده مبتدأ. حلو. ودي مصر مضاف اليه، وهم كده يعتبر مبتدأ ثاني، وعندك المستقبل هنا خبر للمبتدأ الثاني. خبر للمبتدأ الايه؟ الثاني. خبر للمبتدأ الايه؟ الثاني. حلو كده، ده اللي احنا حبينا نوضحه. طيب يبقى دول كده كلهم منادى، اللي فوق اهو الثلاثه منادى وحرف النداء محذوف. حلو الكلام. وادي عندك هنا ده اللي احنا حبينا ان احنا نكون بنضيفه، وهو ايه؟ ان انت عندك يا ابناء مصر هم المستقبل، دي ما نفعتش عشان هنا في معلومه، انا بديك معلومه بقول لك ان ابناء مصر هم اللي المستقبل، لكن فوق انا بنادي حط يا ومشي الجمله، نفعت يبقى حرف النداء محذوف، ما نفعتش يبقى مش موجوده. حلو. طيب كده احنا بالنسبه للمنادى المعرب. تعالى بقى هنا نروح لمين؟ هنروح للمنادى المبني وتكاته كلها واللي بيجي بعد المنادى. نكمل بقى مع بعض المنادى المعرب. حلو. المنادى المعرب ده بيكون حاجه من الاثنين، يا اما علم مفرد، يا اما نكره مقصوده، يا اما نكره ايه؟ مقصوده. حلو الكلام ده قوي، ده كلام جميل. مين بقى اللي هو بيكون علم مفرد؟ علي، محمد، ابراهيم، يا مصر، يا اي علم لاي شيء. يعني لما اجي اقول لك مثلا يا محمد اتق الله، حلو، وجيت قلت لك هنا يا محمدان اتقي الله، حلو، يا محمدون اتقوا الله، يا محمدون اتقوا الله. حلو. طيب هنا اللي موجود معانا ده علم مفرد، بتنادي اي حاجه ليها اسم زي اسم الانسان او اسماء البلاد او اي حاجه من الحاجات دي كلها. يبقى انا هنا لما اجي اعرف ده يا محمد، ده نوعه ايه؟ علم. طب محمدان علم. طب هنا يا محمد علم، يا محمدون علم برضه. طب انا لما اجي اعربه قلت لك المعرب يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. يعني محمد ده في الاساس بيترفع بايه؟ بيترفع بالضمه. يبقى انت بقى لما تيجي تعربه هتقول ايه؟ محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. حلو. تمام كده. ونوعه علم، منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب. حلو. ليه بنقول في محل نصب؟ لان هو اصلا المنادى كان مفعول به لفعل محذوف تقديره ادعو فلان او انادي فلان، انادي محمد، ادعو محمد، ادعو طالبا، انادي طالبا. عشان كده المنادى خد حكم الايه؟ النصب، لانه في الاصل مفعول به الفعل محذوف. مش عليك بس دي معلومات. يا محمدان اتقي الله. حلو. يا محمدان لما اجي اعربه ده هقول ايه؟ هقول هنا منادى مبني على الالف. الله، ليه على الالف؟ ما هو بيترفع بالالف، ده مثنى، يبقى منادى مبني على الالف، تمام، في محل نصب. طب نوعه ايه؟ علم مفرد. يا محمدون هقول هنا منادى مبني على الواو. ليه بقى؟ لانه طبعا جمع مذكر سالم اهو، لانه جمع مذكر سالم.
حلو الكلام. نوعه ايه؟ نوعه علم، نوعه علم، نوعه علم. حلو. النكره المقصوده، ماشي. تعال بقى نروح للنكره المقصوده. بص يا سيدي، النكره المقصوده دي لما بتنادي واحد انت قصده بحاجه، بس خلي بالك الفرق ما بينه وبين غير المقصوده، غير المقصوده منون. يعني لو جه هنا راح قايل لك ايه؟ يا رجل اتق الله، يا عبد اعبد ربك. حلو. يا عبد اعبد ربك، يا رجل اتق الله. بص بقى خلي بالك من الحته اللي جايه دي. لو جيت قلت لك هنا يا مصري، دي مش ياء متكلم، ده كده مش مضاف. يا مصري مش مضاف، دي مش ياء متكلم. امال دي ايه؟ دي كده ياء نسب، اسمها ياء نسب. ياء نسب ان انا مصري منسب الى، منتسب الى مصر. منتسب الى مين؟ منتسب الى مصر. حلو. طيب يبقى هنا ده اللي موجود معانا. طب انا كده لما اجي اعربه ايه؟ هقول منادى مبني على الضم. منادى مبني على الضم في محل نصب. ليه؟ لان هو هنا معرب بمين؟ بالضم. يبقى ده كده المفروض ان هو منادى اهو. ده كده منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. طب ويا عبده برضو نفس الكلام، منادى مبني على الضم في محل نصب. في محل ايه؟ نصب. يا مصري برضو منادى مبني على الضم اهو في محل نصب. طب دول كلهم ايه؟ نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصوده. يبقى دول كلهم نكره ايه؟ مقصوده اهو. نكره مقصوده. الحته دي كده فيها مشكله؟ طب يا مستر هو كده بس؟ لا. طب انا لو جيت قلت لك هنا اهو، بص بص بص، لو جيت رحت قايل لك كده ايه؟ يا رجلان اعبد الله وسكت. رجلان هنا هتعملها ايه؟ نكره مقصوده. طب مبني على ايه؟ مبني على الالف. يبقى هنا نكره يا رجلان اهو منادى، اوعى الاقربات، كلام جميل. منادى مبني على الالف في محل نصب. طب نوعه ايه؟ نكره مقصوده. نوعه ايه؟ نكره مقصوده اهو. حلو. طيب لو جيت قلت لك مثلا يا عالمون، حلو، تعلموا العلم قبل ان تلقوه. قبل ان تلقوه. حلو ماشي. يا عالمون هعربها ايه؟ هتقول هنا منادى مبني على الواو في محل نصب. طب نوعه ايه؟ نكره مقصوده. نكره ايه؟ مقصود. لو حد من ولادنا في الازهر بيشوفونا، يا محمدون ويا محمداني ده بياخد حكم النكره المقصوده في منهج الازهر. في العام بيبقى علم مفرد. بيبقى علم ايه؟ مفرد. حلو. تعالى بقى بعد كده هنروح لجزئيه مهمه، وهي ايه؟ نداء لفظ الجلاله او اسم الجلاله. نداء لفظ الجلاله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تنادي على ربنا، العلماء منعوا ان احنا ننادي حاجه فيها الف ولام. ممنوع منعا باتا النداء ما فيه ال. ما ينفعش تنادي على اسم فيه الف ولام. طب هعمل ايه؟ هقول لك بقى. يعني هنا عندك اسم الجلاله الله، اما تيجي تنادي هتعمل ايه؟ يا اما هتحط يا وتحط هنا همزه قطع تخليها يا الله، هتعمل كده، هتعمل همزه قطع، او هتقول اللهم. اللهم دي كده هتبقى ايه؟ عوض عن حرف النداء. الميم هنا اهو، الميم عوض عن حرف النداء. يبقى الميم هنا عوض عن حرف الايه؟ النداء. يا الله دي قلنا كده لو هتنادي، او هتقول اللهم، يبقى الميم دي كده عوض عن حرف الايه؟ حرف النداء. حلو. طب اسم الجلاله علم مفرد. اسم الجلاله علم مفرد. اسم الجلاله علم مفرد. طب انا بقى هنا نداء ما فيه ال. لما اجي انادي على حاجه فيها الف ولام هعمل ايه؟ هتحط ايها او ايتها، ايها او ايتها، واللي بعديها نعت. لو كان بقى يقول لك مشتق او جامد يبقى الجامد بدل. مش عايز الكلام ده خالص، انا عايز اللي بعديه نعت على طول. اللي بعديه نعت على طول. يبقى نداء ما فيه ال هتحط ايها او ايتها اهو. ازاي؟ يا
يعني انا عندك كلمه الولد، لما اجي انادي عليها انادي عليه ازاي؟ هقول يا ايها الولد. طب هو هنا فين المنادى؟ المنادى هنا اي، المنادى هنا كلمه اي لوحدها اهي، يبقى المنادى هنا كلمه ايه؟ اي. امال مين الولد؟ الولد هنا تعربه ايه؟ الولد يا باشا نعت. حلو. طب وهو اي دي بتاخد حكم ايه؟ بتاخد حكم النكره المقصوده، يبقى الولد نعت مرفوع وعلامته الضمه. يبقى الولد هنا نعت مرفوع وعلامته الايه؟ الضمه. يبقى مين المنادى؟ اي هي المنادى، بياخد حكم مين؟ النكره المقصوده. طب اسم الجلاله حكم العلم المفرد، يبقى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب. طب هنا يا ايها، هتقول اي هنا ايه؟ حكمه مبني على الضم في محل نصب اهو، يبقى اي هنا مبني على الضم في محل نصب. حلو الكلام. طيب نوعه ايه ده بتاع اي؟ ده نكره مقصوده، نكره ايه؟ مقصوده. طيب وقلنا اسم الجلاله، لا اسم الجلاله او لفظ الجلاله بنقول ان هو علم مفرد، بنقول ان هو علم مفرد. حلو. طيب ده كده كان بالنسبه لمين؟ للي فيه الف ولام. عندك مثلا كلمه الفتاه، هتعربها ازاي؟ هتقول يا ايتها، حلو، الفتاه. حلو. يبقى هنا فين المنادى؟ المنادى عندك هنا كلمة مين؟ كلمة أي أهو لوحدها، هي دي مين؟ دي المنادى. حلو. حكمها نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتاة هتبقى نعت مرفوع وعلامته الضمة. الحتة دي كده تمام؟ إن شاء الله تكون تمام. طيب بعد كده بقى عندك اسم الإشارة. اسم الاشاره لما تيجي تنادي عليه، لو هنا مثلا انت مش عايز تنادي بيا ايها وايتها، تعمل ايه؟ وعندك الولد والفتاه. مستر وانا ممكن احط اسم الاشاره؟ ايوه. طب هتعمل ايه بقى؟ هتقول يا هذا الولد، يا هذه الفتاه. حلو. طب هنا اعمل ايه؟ اسم الاشاره ايه؟ اسم الاشاره هنا بقى بيلحق بالعلم المفرد. هو نوعه ايه؟ اسم اشاره. او ممكن تكتب ملحق بالعلم المفرد، ملحق بالعلم، ملحق بالعلم، ملحق بالعلم، اللي هو الموصول والاشاره. الموصول والاشاره بيبقى ملحق بالعلم. حلو. طب حكمه ايه؟ زي حكم العلم، مش العلم بيبقى حكمه مبني على كذا في محل نصب؟ طيب ده كانه علم مفرد. طبعا ده هتقول بقى ايه؟ اسم الاشاره مبني على السكون في محل نصب. ليه؟ لان هو هنا المفروض ان انت هتقول بقى مبني على الضم المقدر، لان الضم مش موجود اصلا، مش هينفع تحط له ضم. يبقى هتقول حاجتين، يا اما ممكن تقول مبني على الضم المقدر في محل نصب، وهنا نفس الكلام. ليه؟ لان احنا لما بنيجي نرفعه بنقول ايه؟ اسم الاشاره مبني في محل رفع. يبقى هنا يا هذا اسم الاشاره، عايز تقول مبني على الضم المقدر ماشي، عايز تقول مبني على السكون في محل نصب. طب وهنا الولد، يبقى ده كده هنقول ايه؟ الاحسن هنقول مبني على السكون في محل نصب. حلو. طيب الولد هتعملها ايه؟ الولد نعت مرفوع وعلامته الضمه. حلو. وهنا نفس الكلام، الفتاة نعت مرفوع وعلامته الضمه. حلو. تمام كده الحته دي كده فيها تمام. لما تيجي تنادي على الف ولام وبعد الاشاره على طول هيبقى نعت. ممكن بقى يقول لك بعد الاشاره بدل، هنا في الحته دي غلط، ما ينفعش، انت مش عليك البدل اصلا. عشان كده بقول لك اللي بعد اياه وايتها هيبقوا ايه؟ نعت. تانية اعدادي مش ثالثه. طيب يا هذا الولد، ليه ما ينفعش اقول ان هي بدل؟ طب انت لو بدلتها، ما هو البدل ينفع ان انت تبدل ما بينهم، ينفع تقول يا الولد هذا، ما هو العلماء منعوا يا زكي ان انت تنادي على اسم فيه الف ولام، عشان كده بنقول ان دي نعت. ليه؟ عشان ما ينفعش تبدلها، ما ينفعش ايه؟ تبدلها. يبقى ده كده كان درس النداء، درس الايه؟ النداء، وكل اللي موجود فيه كده ان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه مشكله. عايزين بس ان احنا ان شاء الله نحل عليه شويه تدريبات عشان الدنيا تكون ماشيه معانا تمام. حدد المنادى فيما ياتي وبين نوعه وحكمه. حلو الكلام. يا نيل انت شريان الحياه. طبعا نيل ده المفروض ان هو كده ايه؟ ده كده اهو، ادي المنادى اهو نيل، وهنقول حكمه ايه؟ نكره مقصوده.
انا بنادي على النيل. حلو. ايا جنديا انت في مهمه وطنيه. طبعا جنديا ده كده نكره غير مقصوده. هو هنا بيكلم اي جندي، بيكلم اي ايه؟ اي جندي. هيا شباب مصر، ده الضاف يا باشا. شباب ايه؟ مصر. يبقى ده كده ادي المنادى اهو، يبقى ده كده مضاف. حلو. حكم النصب طبعا ده يا بلادي، يبقى دي كده المفروض ان هي ايه؟ اضافت ليا المتكلم، ده كده مضاف. حلو. يا مقدما روحه فداء للوطن رفع الله مقامك. حلو. هنا بقى سؤال تركايه، يا مقدما، طب روحه دي مش هي كانت روح واتضافت للضمير؟ يبقى جه بعديها معرفه. قلت لك لو الشبيه بالمضاف لقيته منصوب او في نون من جمع المذكر السالم وبعديه اسم معرفه وما تشالش منه التنوين او ما تشالش منه النون، يبقى شبيه بالمضاف. يبقى يا مقدما روحه ده كده شبيه بالمضاف. يا مفرطا، يا مفرطا في وطن، خلي بالك ستندم ده برضه اهو اسم نكره منصوب وجي بعديه شبه جمله متعلق بيه. هو المفرط في ايه؟ في وطنه. يبقى هنا يا مفرطا في وطنه نكره غير مقصوده. قال تعالى يا مريم، طبعا مريم هنا هتبقى ايه؟ علم مفرد. طيب قال تعالى يوسف اعرض عن هذا، يا يوسف اعرض عن هذا. طبعا ده كده حكم مريم هنا ايه؟ مبني على الضم في محل نصب لانه علم. يوسف ده كده منادى لحرف نداء محذوف وهيكون مبني على الضم في محل نصب. طيب يا منفق المال، يا منفق المال. تمام، ده كده المفروض منفق ايه؟ المال. يبقى ده كده مضاف. حلو. تمام. 10 انظر امامك ايها الطالب. كلمه هنا فين المنادى؟ ايها، اي. طب هنا نوعه ايه؟ نكره مقصوده. حكمه ايه؟ مبني على الضم في محل نصب. يا مسافرون نكره مقصوده. طب حكمه ايه؟ مبني على الضم في محل نصب. مبني على الواو، سوري مبني على الواو، مبني على الواو. يا مسافرون مبني على الواو في محل نصب. يا اخ النيل، خلي بالك ان اخ دي من الاسماء الخمسه، من الاسماء الخمس. طب ده كده المفروض ان نوع مضاف، حكمه منصوب وعلامه نصبه الالف، منصوب وعلامه نصبه الالف. حلو. يا جاهلين على الهادي ودعوته هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ يا حبها زدني جوا كل ليله ويا سلوة الايام موعدكم الحشو. حلو، موعدكم الحشو. يا جاهلين المفروض ان هنا على الهادي، يبقى هنا ده كده ايه؟ شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف. ليه؟ لأن جه بعديه شبه جملة متعلق بيه، شبيه بالمضاف. ويا حبها زدني جوا كل ليلة. يا حبها، خلي بالك إن حب هنا اتضاف لمين؟ للهاء. يبقى ده كده منادى مضاف. يا حبها منادى مضاف، حكمه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. حلو. ويا سلوة الأيام مضاف برضو، يبقى ده كده مضاف، حكمه النصب، حكمه النصب. أعرني لسانا أيها الشعر. هنا أيها أي هي المنادى، يبقى ده منادى إيه؟ نكرة مقصودة وحكمه مبني على الضم. الشعر هنا نعت. وإن لم تطق شكرا فلا كنت من شعري. إسلامي يا مصر علم مفرد أهو، يبقى ده كده علم مفرد، حكمه إيه؟ علم مفرد، حكمه البناء. يبقى ده كده مبني على الضم في محل نصب. ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. طبعا دي ده اسم إشارة حذفت الهاء بتاعت التنبيه، هذه يدي. يا نائما والموت ملء جفونه أعلمت من فارقت كيف ينام. يا نائما، المفروض إن هنا يا نائما ما حطش بعديها أي حاجة، ما فيش أي حاجة معاها خالص، يبقى نكرة غير مقصودة. يبقى هنا نكرة غير مقصودة. طب ده كده إيه؟ النكرة غير مقصودة حكمه النصب، حكمه النصب. حلو. طيب تعالى هنا نشوف بتاعة ايه؟ يا خالدا في الجنة لقد أرضيت ربك. يا خالد تقدم، لا يا خالدا في الجنة ده المفروض ان هو ده كده ايه؟ شبيه بالمضاف. طب وهنا يا خالد، لا ده كده ايه؟ علم مفرد، علم ايه؟ مفرد. اضبط المنادى مبينا السبب. يا عبد الرحمن، هنا علي اجتهد. حلو، ده كده ايه؟ علم مفرد. يا عبد الرحمن ده كده منادى
مضاف. ده كده منادى ايه؟ مضاف. حلو. طيب تعالى ده حلو قوي، بيقول لك اجعل المنادى فيما ياتي مثنى وجمع. يا حامي الوطن حماك الله من كل شر. حلو. لو انت بقى هنا عايز تسيب الجمله زي ما هي هتقول ايه؟ بص يا، تعالى هنا نجيبها كده في حته حلوه اهو. يا حامي الوطن حماك الله. حلو. لو انت هنا عايز تجيب بقى منها المثنى هتجيبه ازاي؟ بص يا سيدي، الفرق ما بين المثنى وجمع المذكر السالم، ما هو كده كده الاثنين اصلا مضاف، وكده كده هتطير النون غصب عنك مش بمزاجك. طب هتعمل ايه؟ هتغير دي، يبقى هنا هتقول اهو يا حامي الوطن، وهنا هتعمل ايه؟ يا حامي يا، يبقى انت كسرت هنا الميم، وهنا هتقول يا حامي الوطن. طيب سوري، احنا هنا عندك المثنى هتبقى الميم مفتوحه، يبقى انت عندك يا حامي الوطن. يا حامي الوطن، احنا قلنا اللي قبل الياء في المثنى بيبقى مفتوح، وفي جمع المذكر السالم بيبقى مكسور. يا حامي الوطن. حلو. هنا بقى لما تيجي تغير هتقول ايه؟ حماكما اهو الله. هنا حماكم الله. يبقى انت هنا عملت ايه؟ انت كده غيرت، عملت الجمله مش عايز تشكلها وعايز تسيبها زي ما هي، غير دي. عايز تسيبها زي ما هي، غير الجمله الثانيه. غير الجمله ايه؟ الثانيه. طيب تعالى بعد كده نرجع للسؤال. يا فلاح انت جزء اصيل من نهضه مصر. طب دي لما اجي احلها هقول ايه؟ يا فلاحان انتما، خلي بالك دي نكره مقصوده مبني على الالف. يا فلاحان اهو، يا فلاحان، هتقول هنا انتما مش انت. طيب لما تيجي تجمعها تقول يا فلاحون، وهنا ايه؟ انتم. طيب يا مؤدي واجبه أده بإتقان. حلو. هنا بقى لو انت عايز تسمي الجمله دي هتعمل ايه؟ هتقول هنا هتغير واجب. حلو. هتقول هنا يا مؤدية، حلو الكلام، واجبهما اهو أده بإتقان. حلو. طيب هنا لو قلت هتقول يا مؤدي واجبهم اهو، يا مؤدي واجبهم أده بإتقان أو أدوه بإتقان. يبقى هنا هتقول دي يا مؤدي واجبهم أدوه بإتقان، وهنا هتخليه أدياه، هترجع بقى حرف الياء اللي طار ده أهي، هتقول إيه؟ أدياه بإتقان. أدياه بإتقان، وهنا أدوه بإتقان. حلو دي؟ السؤال ده حلو؟ تمام. يا ذات الأخلاق لقد استفاق الله. حلو. وهنا عايز يعمل إيه؟ عايز إن هو ينصب، هتقول إيه؟ يا ذات الأخلاق اصطفاكما الله. يا ذات اتنين، يا ذات اتنين. طب الجمع يا ذوات، يا ذوات الأخلاق. خلي بالك كده كده هيبقى مضاف. يبقى هنا كده احنا جمعنا في الحتة دي. جمعنا فين؟ في الحتة دي. حلو. طيب بص بقى السؤال ده حلو قوي. يا ذا النصيحة أثابك الله. خلي بالك ده من الأسماء الخمس ومضاف. ما تقوليش يا ذوى، ما تقوليش يا ذوى ولا يا ذوي ولا يا ذو، هتقول ايه؟ واحدة واحدة بقى اهو. ده كده من الأسماء الايه؟ الخمس. طب أنا عايز أسني، هقول ايه؟ يا ذوي. طب ليه؟ ما عشان المثنى اصلا بتاع ذوى بس بتبقى مرفوعه، يبقى يا ذوي النصيحه اثابكم الله، اثابكما هتبقى ايه؟ الف مرفوعه. طيب لو عايز اجمع هقول برضو هنا يا ذوي النصيحه، حلو، اثابكم الله. يبقى انا كده جمعت. الفرق ما بين دي ودي ان ده مثنى وده جمع مذكر سالم. طيب
تعال ناخد ده كده، يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك. نوع المنادى هنا ايه؟ نوع المنادى هنا شبيه بالمضاف. ليه؟ ما هو جه بعديه اسم معرفة، ما هي غير نكرة بس اتضافت لضمير، يبقى دي كده ايه؟ نكرة، يبقى شبيه بالمضاف، يبقى ده كده شبيه بالايه؟ بالمضاف. ايا متفوقون اجتهدوا، متفوقون منادى مبني على الواو في محل نصب. ليه؟ لانه نكرة مقصودة. حلو. يا ايها المواطنون العمل امانه، المنادى في الجمله السابقه هي مين؟ المفروض ان هي اي، مش المواطنون. بني مصر صونوا لها مجدها، نوع المنادى هيبقى ايه؟ منادى مضاف، مش لياء المتكلم، مضاف لمصر مش لياء المتكلم. يا ايها الغافلون انتبهوا، الغافلون هنا اعرابها ايه؟ طبعا الغافلون نعت مرفوع علامه رفعه الواو. اللهم ارحمنا واعف عنا، نوع المنادى علم مفرد. يا اخ العرب الوحده العربيه صمام الامان لامتنا، نوع المنادى في الجمله السابقه يا اخ العرب الوحده العربيه، نوع المنادى ايه؟ منادى مضاف. يا مثقفون انتم امل الامه، يا مثقفين انتم امل الامه. الحكم الاعرابي للمنادى ايه؟ اولا هنا ده كده المفروض ان هو ايه؟ نكره مقصوده. طب هنا لا، يا مثقفين انتم امل الامه نكره غير مقصوده، يبقى الاولاني مبني والتاني معرب، مبني ومعرب، مبني ومعرب. هيا معلمين، خلي بالك اضاف لليه؟ لضمير النا. افيدوا من علمكم، نوع المنادى هنا ايه؟ طبعا منادى مضاف. ليه؟ لان هي كانت معلمي لوحدها زائد النا اللي هي ضمير المعرفه، يبقى بقت معلمين، راح مديك ايه؟ مديك منادى مضاف. المنادى المعرب مما يلي. يا الله لا ده مبني، اصرف عنا السوء. يا محمدون ده نكره مقصوده برضو مبني. ايا من تزرع الخير طبت اينما كنت، لا ده برضو مبني على السكون. ابناء العروبه احذروا كيد الايه؟ الاعداء، يبقى هنا ابناء العروبه المنادى المعرب اللي هو منصوب، اللي هو مين بقى؟ اللي هو المفروض هيروح مديك كده اهو، اللي هو ابناء العروبه. تمام اهو، ابناء العروبه احذروا كيد الايه؟ الاعداء. طب ليه يا من؟ ما هي دي الذي، بس ده مبني، ده مبني ملحق بمين؟ بالعلم المفرد. حلو. اسلوب النداء الصحيح مما يلي. يا ايها المصلحين غلط، انا عايز النعت مرفوع. هيا مصلحون بورك مسعاكم، اي مصلحون بورك مسعاكم. يا مصلحي لامتكم بورك مسعاكم. حلو. لما اجي هنا يا مصلحون بورك، هيا مصلحون بورك مسعاكم، واي مصلحون. حلو. ده كده المفروض ان هو ايه؟ عايز اسلوب نداء صحيح. طب ده غلط، قلنا يا ايها المصلحين. يا مصلحي ما تنفعش. طب انت كده محتار ما بين اتنين، محتار ما بين ايه؟ ما بين اتنين. حلو. اي مصلحون، طب ازاي هنا هيبقى معاك ده كده مضاف؟ طب وهنا هيا مصلحون بورك مسعاكم نكره مقصوده، ولكن هنا انت المفروض هتاخد ايه؟ اي مصلحون، اللي هي المفروض تبقى ايه؟ غلط. ليه؟ المفروض تبقى اي مصلحين. ليه؟ لان هي اتضافت، لان هي ايه؟ اتضافت. لما تتضاف قلنا هنطير ايه؟ النون بتاعتها. طب ده كده اصلا مرفوع، ده كده منادى مرفوع واتضاف. ازاي؟ احنا قلنا المضاف بيتنصب، المضاف بيتنصب، يبقى انت لما تختار هتختار مين؟ هيا مصلحون بورك مسعاكم. يا وطني انهض بوطنك، نوع المنادى هنا طبعا ايه؟ نكره مقصوده، نكره مقصوده. كده نكون حلينا شويه تدريبات على درس النداء، هسيب لكم الباقي وان شاء الله نتقابل بقى في درس التمييز. شكرا ليكم.